اللاعب المغربي وليد شديرة يتلقى عرضا مغريا بعد نهاية مونديال قطر 2022. يستهدف فريق تورينو الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع وليد شديرة مهاجم المنتخب الوطني خلال مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة. وحسب المصادر الإعلامية الإيطالية فإن فريق عاصمة بيمونتي تورينو يريد تعزيز خط هجومه بهداف السيري بي رفقة باري الإيطالي وليد شديرة مهاجم الأسود. وأضافت المصادر نفسها بأن سفيان أمرابط تحدث لشديرة بشكل جيد عن يوريتش مدرب تورينو، ويتألق شديرة بشكل جيد في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا، علم أنه لم يكن موفقا خلال الدقائق التي خاضها مع الأسود خلال نهائيات كأس العالم التي احتل فيها المنتخب المركز الرابع عالميا. وفي خبر آخر، في عيد ميلاده بنزيما يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد خسارة فرنسا نهائي مونديال قطر أمام الأرجنتين. أعلن كريم بنزيما قبل قليل من يوم الاثنين اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده 36. وقال بنزيما عبر حسابه الشخصي على تويتر: لقد بذلت جهدي وهناك أخطاء مما ارتكب وحتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور بذلك. وأضاف: لقد كتبت قصتي وقصتنا انتهت الآن. واتهمت الصحافة الإسبانية المدرب ديدي ديشامب بإقصاء بنزيما منذ أنه تسرع في قرار استبعاد اللاعب من المعسكر قبل البطولة، وأنه كان يمكن أن يتلقى العلاج في قطر وعد المشاركة على الأقل في النهائي ضد الأرجنتين. وتوج المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليون ميسي بلقب مونديال 2022 بعد الفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة في الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل 3-3.